ايه اللي بيحصل في العالم دلوقتي؟ حرب ما بين روسيا واوكرانيا، موجات تضخم وارتفاع اسعار، وشكلنا داخلين على ازمه اقتصاديه في الولايات المتحده، انتخابات رئاسيه في فرنسا. بس لو شايف ان تالت حاجه اقل اهميه من اتنين اللي سبقوها، فكر تاني. ليه؟ هي مين فرنسا؟ فرنسا دولة جميلة وشيك، وواحدة من الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وأقوى جيش في أوروبا، والوحيدة اللي عندها نووي في الاتحاد الأوروبي، وتاني أكبر اقتصاد في أوروبا، وتالت مصدر للسلاح في العالم بعد أمريكا وروسيا. فهمت بقى مين فرنسا؟ وارد تقولي طب ايه اللي فكرك بفرنسا دلوقتي يا سلامة؟ هقولك علشان الجولة التانية والأخيرة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هتحصل يوم 24/4. وطبيعي لما هيجي رئيس لفرنسا سياساته هتسمع، مش عندنا بس، دي هتسمع في العالم كله، وخصوصا لأن الاتنين المرشحين كل واحد فيهم هيدور فرنسا ويطلع بيها في اتجاه، وواحد فيهم عليه علامات استفهام كتير. هات ورقتك وقلمك وكوباية الشاي الجميلة وتعالى ننور كام لمبة كده عن فرنسا. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية انتهت بفوز الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بحوالي 28% من الأصوات، ومن بعده مارين لوبان المرشحة اليمينية بحوالي 24% من الأصوات. وعشان كده الاتنين دول هيدخلوا الجولة التانية اللي هتتم يوم 24 إبريل كلاكيت تاني مرة. أصل دي تاني مرة يقفوا قصاد بعض في الانتخابات الرئاسية، الأولى كانت في 2017، اتعملت بينهم مناظرة من كام يوم كده، وبالضبط يوم 20 منه، والمناظرة بينت بشكل كبير توجهات كل واحد فيهم. وارد حد يقول لي طب لو ما فيهاش فضول يعني ممكن اعرف مين ماكرون ولوبان دول قبل ما نكمل؟ هقول لك حقك طبعا. ايمانويل ماكرون 44 سنة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، حاجة كده شبه إدارة الأعمال بس للمناصب الإدارية في الدولة، وكان وزير للاقتصاد وعضو في الحزب الاشتراكي الفرنسي، وأسس في 2016 حزبه اللي هو اسمه إلى الأمام، واللي بيمتاز بتوجهات يسارية وسطية بتدمج ما بين الشعبوية والليبرالية الجديدة. سيبك من الجملة اللي في الآخر دي عشان مكلكعة قوي، بس ده في تعريف الحزب فكان لازم أقوله لك. ماكرون فاز في الانتخابات الرئاسية في 2017، وخليني أقول لك إن الأول مرة حد يفوز برئاسة فرنسا وما يكونش مدعوم من الاشتراكيين أو الديغوليين، اللي هو نسبة لشارل ديغول الزعيم التاريخي السابق بتاعهم. نيجي بقى لمين؟ مارين لوبان، 53 سنة، خريجة حقوق ومعاها ماجستير في الحقوق، محامية وسياسية، وتعتبر هي زعيمة التيار اليميني في فرنسا، واللي كتير من الناس بيصفوها بأنها يمينية متطرفة. والجميل ان دي سابقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ان مرشح يميني متطرف يجمع كمية الاصوات دي اللي هي ربع عدد اصوات الناخبين الفرنسيين لوحده من وسط 12 مرشح في الجولة الاولى. لوبان هي رئيسة حزب الجبهة الوطنية اللي اسسه والدها، واللي استلهم شعار الحزب ده من الحزب الفاشي الايطالي. ومعلومة كده على الماشي واحنا معديين، والدها كان اكثر تطرفا منها، وصدرت منه كتير من التعليقات العنصرية ضد المهاجرين الافارقة والمسلمين. وخلينا اكملك حته كمان كده. لوبان لها اصول مصريه لامها. المهم نعود ادراجنا. اداره ماكرون كانت دايما بتركز على الجانب الاقتصادي، بس كتير من الاجراءات اللي اخذها ماكرون اتسببت في غضب الشعب الفرنسي اللي خرج ضده في مظاهرات السترات الصفراء في 2018. بس خلينا نقول ان ماكرون وسطي، يعني مش متعصب قوي ضد الاقليات. وعلى الناحيه الثانيه لوبان طول كاريرها السياسي بتنادي ان فرنسا للفرنسيين فقط، وشعارها اللي بتعلنه دايما هو فرنسا أولا، وإنها بتحلم بفرنسا بيضاء مسيحية لا مكان فيها للأجانب بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة. جدير بالذكر إن نزعة لوبان القومية دي خلتها أعلنت في 2017 إنها بترغب في إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وإنها تفرض قيود أكتر على الحدود الفرنسية بشكل ممكن يخرجها بره شنغن. ومش بس كده، لوبان معترضة على وجود فرنسا في حلف الناتو، وأعلنت سابقا إنها لو وصلت للحكم هتسحب فرنسا من القيادة الموحدة للحلف. محتاج اقول لك ان صدر منها تصريحات كتير طول السنين اللي فاتت دي، عينت سأفرض غرامات على ارتداء الحجاب في الاماكن العامة، وصلاة المسلمين في الشوارع يوم الجمعة اشبه بالاحتلال النازي، وحاجات كده كتير. وحاجة كمان رفيعة واحنا معديين، اعلنت قبل كده في كذا مناسبة انها معجبة ببوتين وسياساته القومية وبتحترمه، وسبق انها قابلته قبل كده في موسكو في 2017، وقالت انها بتلوم الاتحاد الاوروبي وبتتهمه انه اشعل الحرب بين روسيا واوكرانيا، وانها مش هتشارك في العقوبات على الغاز والنفط الروسي. ليه يا سلامة؟ لان ده هيضر الشعب الفرنسي وهتوقف مشاريع تطوير السلاح مع المانيا. وعلشان كده صحيفة بوليتيكو الامريكية اصدرت تقرير في 7 ابريل بتنقل
فيه عن مصادر في البيت الابيض ان البيت الابيض خايف ان لوبان تكسب. ليه؟ لان ده معناه ان بوتين هيحقق اول انتصار حقيقي ليه في حربه مع اوكرانيا في باريس. محتاج منك بقى انك تربط انت الكم معلومه دي علشان تفهم انا ليه قلت لك في الاول ان فرنسا دوله كبيره واللي بيحصل فيها هيسمع في العالم كله مش عندنا بس. وخليني اقول لك ان الكلام اللي اتقال في المناظره مش هيختلف كتير عن اللي انت هتربطه. وارد حد يجي من بعيد كده يقول لي تسلم ايدك يا سلامه شكرا، هقول له لا لسه ما خلصتش كلامي، محتاج اقول لك كم معلومه عن فرنسا كده عشان لما نتكلم تاني عن فرنسا تبقى عارف انت بتتكلم عن مين. ابدا كلامي واقول لك لو فتحت الخريطه وقلت لك فين الاراضي الفرنسيه هتقول لي هي الشكل السداسي اللي في اوروبا ده. خليني اقول لك اسمح لي، الشكل ده بيتسمى متروبوليتان فرانس، واللي هو الارض الام او الاساسيه. في حاجه بقى اسمها فرنسا اعالي البحار. فرنسا عندها جزر في المحيط الأطلنطي والهادي والقطب الجنوبي وأراضي في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وحتة بالطول من قارة انتاركتيكا. شايف كل الجزر دي؟ دي كلها أراضي فرنسية. الجزر والأراضي دي بتمثل 20% من مساحة الأراضي الفرنسية و97% من شواطئها، يعني معظم شواطئ فرنسا بره أوروبا. انت فاهم مين فرنسا؟ الاراضي اللي بحكي لك عنها دي مش منتجعات ولا شواطئ بس، دي اراضي فيها قواعد عسكريه وبيتم فيها تجارب علميه ونوويه كمان، وبتخضع للسياده الفرنسيه الكامله من حيث اللغه والقانون والعمله والجهاز الاداري وكله سعادتك، واللي عايشين فيها فرنسيين بكل امتيازاتهم. زي بالضبط كده اقليم جويانا الفرنسيه اللي بيقع على الساحل الشرقي لامريكا الجنوبيه على حدود البرازيل، واللي بتتشارك معاها كده في اطول خط حدودي فرنسي بطول اكتر من 7000 كيلومتر. وارد تقول لي طب والعز ده جه منين يا سلامه؟ هقول لك دي بواقي الامبراطوريه الاستعماريه الفرنسيه، واللي وصلت في عزها انها سيطرت على ما يقارب 10% من مساحه الكوكب. بص يا صاحبي، سنة 250 قبل الميلاد كان في قبيلة كده اسمها الباريسي، لقت حتة موقعها استراتيجي وسهل الدفاع عنها فسيطرت عليها وسمتها باريس. بس لو هنقدر نحط بداية للتاريخ الفرنسي فممكن نتكلم عن فترة سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي. ساعتها مجموعة من الغزاة الجرمانيين كده اسمهم ذا فرانكس قاموا بغزو مجموعة الأراضي دي وسيطروا عليها واتسمت باسمها اللاتيني فرانسيا. المهم خناقات وصراعات وحركات كتير اللي يهمنا منها ان الممالك الفرنسيه ما كانتش على وفاق مع الممالك الانجليزيه، وابرز مثال على كده الحرب المعروفه باسم حرب ال100 عام، واللي استمرت من سنه 1337 لحد 1453. تمر الايام والملاح الايطالي كريستوفر كولومبوس يكتشف امريكا الشماليه، ومن الممالك الاوروبيه الكبيره زي انجلترا وفرنسا وهولندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا يبعتوا مراكب وبحاره يعدوا المحيط الاطلنطي، والشط اللي بيرسوا عليه وما يلاقوش عليه علم يرفعوا عليه العلم بتاعهم وبيبنوا عليها مستعمره تابعه للمملكه اللي هم تابعين ليها. وعلى فكره هنا ظهر مصطلح كولونياليزم او الاستعمار، وكانت أولى المستعمرات الفرنسية في منطقة كيوبيك في كندا سنة 1608. وبعدها المملكة الفرنسية عملت زي المملكة البرتغالية وطلعوا على الهند والصين، وفي طريقهم لهناك عملوا مراكز تجارية. تفتكر فين؟ إفريقيا. فرنسا احتلت أكتر من نص قارة إفريقيا، وأنا ما ببالغش على فكرة، احتلت 28 دولة من بتوع دلوقتي من أصل 54. الأراضي دي كانت مصدر خير ورزق وعبيد، كانوا بياخدوا الأفارقة ويودوهم مستوطناتهم يشغلوهم في المناجم والمزارع بالصخر، عبيد يعني. ومعلومة كده على المشي واحنا معديين، بريطانيا غارت فقامت خناقة ال100 عام كلاكيت تاني مرة. انت فاهم ان في مملكتين دخلوا حربين كل حرب فيهم اكتر من 100 سنة؟ انت متخيل؟ المهم تمر الايام والسنين ونيجي لسنه 1789 الثوره الفرنسيه، واللي ثارت على الظلم وعدم المساواه وقضت على الملكيه واسست الجمهوريه ومبادئ الديمقراطيه الليبراليه. الثوره رفعت شعارات الحريه والاخاء والمساواه، واللي كانوا العناصر الاساسيه لميثاق حقوق الانسان اللي ظهر في اغسطس من نفس السنه، وكانت اول وثيقه بتشرح حقوق الانسان في التاريخ الحديث. حوارات كتير وسنين كتير وحروب واستعمار اكتر واكتر لحد ما وصلنا ان نابليون راح يغزو روسيا في الشتاء، راح باكتر من 600 الف جندي، رجع معاه حوالي 20,000. فرنسا زعلت قوي في الفتره دي، اتاخدت منها كل مستعمراتها اللي في افريقيا واتساب لها المراكز التجاريه بس. ومفيش 30 سنه وفرنسا تستغل ضعف الامبراطوريه العثمانيه وتاخد الجزائر وتقتل تقريبا ربع سكانها في حرب استمرت لحوالي 17 سنه. وبعدها تونس والمغرب وغينيا ونيجيريا والنيجر وموريتانيا وتوجو وجامبيا والكاميرون والجابون وغيرهم طبعا كتير.
تقريبا تقدر تقول إنها غزت غرب وشمال إفريقيا بالكامل. الجميل بقى في غزو فرنسا للدول دي إن فرنسا تعتبر أول من استخدم حروب الجيل الرابع في التاريخ. كانت بتدخل أي دولة تعلم لغتها وتفرنس ثقافات الدول دي وتعلم الأجيال اللي طالعة في فرنسا وباللغة الفرنسية وترجعهم بلدهم تاني، وحاجات تانية كتير جدا. بس خلينا ألخصها لك في إن فرنسا كانت بتحاول إنها تطمس ثقافة الدول دي وبتفقد الشعوب هويتهم. مش بس كده، فرنسا فرضت على بعض من الدول الإفريقية اللي استقلوا عنها إنهم يخزنوا 65% من احتياطيات العملة الأجنبية في الخزانة الفرنسية، و20% يدفعوهم مقابل ديون والتزامات مالية. يعني فاضل لهم 15% من العملة الأجنبية بتاعتهم بس علشان ينموا بلدهم. في النهاية يا صديقي، أنا بقول لك الكلام ده علشان وارد نتيجة الانتخابات دي تخلي فرنسا لاعب أساسي في الأحداث اللي جاية. فعايز لما أجي أقول لك فرنسا تبقى فاهم قريب مش بعيد، علشان ما نبدأش من المكعبات وكتب التلوين. اتشرفت بمتابعتكم، أشوفكم بخير.